السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. كنتمنى كلكم تكونوا بأحوال جيدة ولقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة نتوما والعائلات ديالكم. رجعت معكم بهاد الطويجين اللي ساهل ماهل اقتصادي وبسيط بسرعة كيوجد. يعني هاد الطويجين ديال بوزروك راه في 15 دقيقة تيكون واجد، وصراحة كيجي لذيذ بزاف. لعشاق بوزروك جربوا معايا هاد الطريقة في الطويجين، راه كيجي لذيذ بزاف. هنا شوفوا معايا غير الشكل ديالو صراحه كيفاش كيجي اللوين، صراحه رائع، والمذاق كيجي احسن. طالعه منه واحد الرويحه ما نعاودش لكم. هاد الطوجين صراحه بالطريقه ديالي كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، وقبل ما نبداو الفيديو كنتمنى انكم تشاركوا معنا في القناه وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وتدعمونا باللايك وتخليو شي كومونتير زوين الى عجبكم الفيديو. ندوزو مباشره طريقه التحضير. اول حاجه غادي نحتاجو البوزروك. بالنسبه للبوزروك اللي كيكون حيدت له القشره ونقيته مزيان وغسلته. اهم حاجه في البوزروك باش يجيكم زوين انه يتغسل مزيان وتحيد له هذاك المصارن ديالو، حيت البوزروك الا بقى فيه الوسخ راه غادي يخسر لكم الطاجين كله، حيت الا بقات فيه المزرار يعني كيجي هكا المذاق ديال المزرار باين في الطاجين، ويعني وصافي كضطروا انك الطاجين انكم ترميوه، يعني ما كيجيش لذيذ نهائيا. بالنسبه للبوزروك علاش كاين بيض وكاين هاد البرتقالي او هاد الليموني بحال هكذا، حيت الذكر تيكون بيض وداك الليموني راه تيكون يعني النتوه. هادشي علاش كيبان لكم شي بيض شي برتقالي. هنا غادي نحتاجو المطيشه. انا عندي 4 ديال المطيشات اللي حكيتو في الحكاكه الرقيقه. طبعا بالنسبه للعطريه انا خلطتها هنا مع المطيشه، درت شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، والقليل من السكنجبير ما كنقويش بزاف، وعندي راس معلقه ديال الكمون. هنا عندي الزيتون المقطع، عندي هنا الزيتون هذا اللي كيكون مشرمل اللي كنزينو يعني كنزين به الطاجين في الاخير. هنا عندي الفلفله اللي قطعتها الى دوائر وكنكون هكا يعني خلطتها في العطريه. بالنسبه للكميه ديال الفلفله تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتوا، انا هنا درت غير 2 فلفلات. هنا عندي الثومه تقريبا هنا 4 ريوسه كبار ديال الثومه. بالنسبه للبوزروك هنا عندي واحد الكميه كثيره، تقريبا هنا عندي كيلو ديال البوزروك. هادشي علاش يعني كنحاول هكا نقوي العطريه. وعندي طبعا الحامض هكا المرقد، هادشي اللي غادي نحتاج. بالنسبه للقزبر ومعدنوس راني درتو، راني مخلطاه مع المطيشه. اول حاجه غادي ناخذ الطاجين، غادي نضيف فيه واحد الكميه ديال زيت نباتيه ولا زيت العود اللي كتبغيو. غادي ندير المطيشه اللي طبعا فيها العطريه، فيها القزبر ومعدنوس، فيها كل شيء. غير باش الفيديو ما يجيكمش طويل حاولت انني نلخص لكم. بالنسبه للعطريه راه كنديروها كامله، والكمون راه ما تنقويش، كندير غير راس معلقه ديال الكمون. صافي انا كنحاول نقاد داك الصوص ديال المطيشه في الطاجين على هذا الشكل. هنا كناخذ الفلفله اللي قطعتها الى دوائر، كنحاول هكا نستفها من فوق الطاجين. وبالنسبه للبوزروك راه كل واحد كيفاش كيطيبو بالطريقه ديالو، كاين بزاف ديال الطرق صراحه كيفاش يوجدوا. عطيتكم طريقه، مره اخرى ان شاء الله نشارك معكم طرق اخرى. لكن هاد الطريقه صراحه راه اسهل طريقه تقدري توجدي بها هاد البوزروك. تقريبا 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه الا قويتي راه تيكون واجد هاد الطاجين، يعني ما كيحتاجش واحد الوقت اللي هو طويل. كما تنعرفوا بان البوزروك راه بسرعه كيطيب، وكاين اللي كياكلوا بحال هكذا. صافي انا غادي نستف هاد الكميه اللي عندي ديال الفلفله. بالنسبه للفلفله راه كتواتى بزاف في الطاجين وكتجي صراحه زوينه مع البوزروك. كاين اللي ما كيديرهاش، كيدير غير صوص ديال المطيشه، كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للفلفله انا كنت خلطت معاها العطريه قبل، درت معاها شويه ديال القزبر ومعدنوس، عاد استفتها في الطاجين. هنا غادي ناخذ الثومه اللي كنكون حكيتها، غادي نديرها من الفوق.
هنا غادي ناخد بوزروك من بعد ما غسلته يعني شحال من مرة، يعني البوزروك ملي وريته لكم المرة الأولى راه كنت غاسلاه مزيان، ومع ذلك عاودت غسلته تقريبا شي 2 غسلات اخرين. صراحة بوزروك انا كيعجبني يكون مغسول مزيان، يكون منقي، ما فيش المزرار نهائيا، حيت كما قلت لكم من قبل الا كان المزرار في بوزروك راه غادي يخسر لكم الطاجين كامل، وفي الاخر ما غاديش تقدروا تاكلوه. هادشي علاش يعني حاولوا انكم تغسلوه 4 المرات حتى 5 المرات. اهم حاجة ان داك المزرار ما يبقاش فيه. صافي هنا كنحاول هكا نستف الطاجين، عفوا نستف البوزروك في الطاجين على هذا الشكل. بالنسبه للكميه تقريبا هنا عندي كميه ديال كيلو ديال البوزروك. طبعا الكميه ديالو نتوما اللي متوفره عندكم ما كاينش مشكل، نفس الطريقه نفس المقادير اللي عطيتكم. هاد البوزروك راه ما كياخذش واحد الوقت طويل في الطياب، يعني 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه راه كيكون واجد. وراه كاين اللي ما كيطيبوش، كاين اللي كيعصر عليه غير الحامض ولا كيدير له غير نص سلقه صافي وتياكلوا. كاين اللي كياكلوا على هذا الشكل، يعني انا كيعجبني صراحه في الطاجين كيجي لذيذ بزاف. وصافي هنا من بعد ما ستفت بوزروك في الطاجين غادي ناخد هاد الزيتون المقطع اللي كيكون مشرمل، غادي نديرو من الفوق، كنخليه يطيب معاه باش كيطلق فيه واحد المذاق اللي زوين. صافي غادي ناخد الحامض وغادي نضع داك نصف حامضه تقريبا في الوسط، كتعطي المذاق وفي نفس الوقت تزيين. وصافي بالنسبه لهاد الزيتون غادي نحتفظ به حتى نديرو في الاخر، يعني غير كنزين به. وصافي هنا غادي نجيب واحد الكاس ديال الماء اللي غادي نروي بها الطاجين. كنحاولوا دائما الماء ما كنقبوش بزاف في الطاجين، يعني كاس الماء غادي يطيب فيها الطاجين. صافي يعني راه كافينا. دائما العافيه تكون مهيله باش كنطيبوا اي طاجين. 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه كيكون واجد معنا هاد الطويجين، ما كياخذش الوقت طويل. صافي هنايا غادي رويته بكاس ديال الماء، صافي غادي نوضعه فوق النار. هنا الطاجين كيطيب ليا، غادي ناخذ واحد الزلافه اللي غادي نوضع فيها 2 معالق ديال المطيشه المعجونه مع ربع ملعقه من التحميره باش كتعطينا داك اللون احمر. صافي هنا كنخلطو مزيان مع الماء، كندير تقريبا شي نص كاس ديال الماء كنزيدو. صافي كنحاول هكا نخلط فيه داك المطيشه ونخلط فيه داك التحميره مزيان على هذا الشكل. صافي وتنخويها من فوق الطاجين باش كتعطينا داك الصوص كيجينا احمر، وكتعطينا واحد المذاق اللي هو زوين. صافي هنا غادي نحاول هكا نخويها من الفوق. هنا الطاجين راني يلاه رديته تقريبا، راه مازال الغليه ما طلعاتش فيه. هاد المطيشه المعجونه صراحه كتعطينا اللون باش كيجينا داك الطويجين حميمر، وكتعطينا حتى المذاق في نفس الوقت. صافي هنا من بعد ما درت هاد الصوص ديال المطيشه غادي نغطي عليه ونخليه يطيب على المهل ديالو. من بعد 20 دقيقه نتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي. شوفوا معايا هنا الطويجين راه مازال كيطيب فوق البوطه، بقى ما طفيتش عليه. شوفوا معايا كيفاش كيجي. علاش كنقول لكم ديروا داك المطيشه المعجونه حتى كتعطينا اللون زوين، حيت المطيشه العاديه راه ما كتعطيناش اللون، كتعطينا داك الصوص ولكن اللون ما كتعطيناش. هادشي علاش كنديروا المطيشه المعجونه، حيت اللون ديالها تيكون حمر ومجهد. هنا صافي غادي ناخذ داك الزيتون من بعد ما طفيت البوطه، غادي نوضعو من الفوق كنزين به. هنا راني طافيه البوطه غير الغليه مازال طالعه حيت الطاجين كيشد السخونيه.
وهذا هو الطويجين ديالنا من بعد ما وجد. شوفوا معايا كيفاش كيجي، صراحه كيجي رائع، كيجي لذيذ. غير الشكل ديالو صراحه راه كيجي جميل بزاف. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا كيفاش جاكم بنفس الطريقه اللي جربت معكم. صراحه راه كيجي لذيذ بزاف والله. غير كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في الكومونتيرات. صراحه الفيديو اللي هو بسيط، طويجين اللي ساهل مهال، بسيط. الا عندك بوزروق غير نوضي حضريه بنفس الطريقه اللي وجدت معك. صراحه راه كيجي زوين بزاف. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسوش انكم تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، وتجربوا جميع الفيديوهات اللي كنشارك معكم. دخلوا معايا القناه، راه كتلقاو بزاف انواع ديال الطواجن اللي حضرتهم معكم من قبل، وبزاف ديال الشهيوات اللي كنتمنى انهم يعجبوكم. هنا شوفوا معايا من بعد ما قربت لكم الطويجين كيفاش كيجي، صراحه رائع. وكما قلت لكم من قبل، هذيك الصوص مطيشه كتعطينا اللون، كيجينا اللون احمر. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.